هو ايه اللي بيعمله بنزيما ده؟ اول مباراة ليه مع الهلال هاتريك. ده داخل بزوره في اللعيبة. انا اعرف ان اللاعب لما بيروح نادي جديد بياخد كام مباراة عشان يتأقلم على الفريق والاجواء اللي راح لها والكلام ده بسم الله ما شاء الله داخل على طول بالهاتريك وصنع هدف. ساهم في 4 اهداف في اول مباراة. يا ساتر يا رب. يا ساتر يا رب. وانت يا عم مالكم قبل ما يجي بنزيما كنت بتمشي على كرسي متحرك. حرفيا كان بيمشي على كرسي متحرك. بسم الله ما شاء الله صنع 3 أهداف وجاب هدف، يعني مساهم في 4 أهداف يعني. هو في إيه اللي بيحصل في الهلال؟ أنا مش عارف. هو ده بالظبط السبب اللي خلى كريستيانو يهاجم الناس كلها حرفيا دلوقتي. بيقولك الهلال قوي وانت شغال تدعم فيه. حرفيا الهلال كان ناقصه لاعب زي بنزيما، مهاجم كده مش كلاسيكي، بيعمل كل حاجة في الكرة حرفيا، بيتحرك صح في ال18، بيشتغل محطة صح، بيتحرك ناحية اليمين ناحية الشمال، بينزل نص الملعب في أي مكان بيلعب الراجل قدام، يعني بسم الله ما شاء الله حاجة كده زي الصاروخ. فربنا يستر علينا من اللي جاي بصراحة.